بينا نشوف خريطة الطريق بتاعتنا شكلها إيه. هنبدأ نفهم القانون ده أصله إيه وجاي منين، ونشوف إزاي بيحط حماية العامل كقاعدة أساسية. بعدها هنمسك عقد العمل ونفككه حتة حتة، وهنعرف الفرق الجوهري بين العامل والمستقل، ونحدد بالظبط مين هم أطراف العقد، وهنختم بأهم حاجة طبعاً، الأجر. وقبل ما نغوص في تفاصيل الحقوق والواجبات، لازم الأول نعرف الأساس اللي القانون ده واقف عليه. يعني منين بيستمد قوته وسلطته؟ اللي بيميز قانون العمل الحقيقة هو إنه عامل زي خليط كده، بيستمد قوته من كذا مصدر مختلف. أكيد طبعاً أول وأهم حاجة هي التشريع الرسمي زي الدستور والقانون نفسه، لكن كمان بيجي بعده العرف اللي هو التقاليد اللي اتعودنا عليها في سوق العمل، ودي بتساعد في تحديد حاجات زي أجر المثل لو الأجر مش مكتوب. ده غير مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة العامة، وفي الآخر اتفاقيات العمل الجماعية. التنوع ده هو اللي بيدي للقانون مرونة وقدرة على إنه يتعامل مع كل الحالات المختلفة اللي ممكن تحصل. كل المصادر دي بتصب في فلسفة واحدة واضحة جدا، وهي النقطة الجوهرية اللي جايين نتكلم فيها دلوقتي: حماية حقوق العامل. بصوا على النص ده من المادة الستة، لأنه قاطع وما فيهوش أي مجال للنقاش. بيقول إن أي شرط أو اتفاق بينقص من حقوق العامل للقانون أقرها ببساطة باطل، كأنه ما اتكتبش من الأصل. يعني القانون بيحط حد أدنى من الحقوق وبيقول ده خط أحمر محدش يقدر يعديه أو يتفق على أقل منه. تمام. بعد ما عرفنا المبدأ الحاكم ده، يلا ندخل في قلب العلاقة نفسها، عقد العمل. هنشوف القانون بيعرفه إزاي وإيه أهم خصائصه. التعريف ده من المادة 86، ورغم بساطته هو بيحط 3 أركان أساسية لأي علاقة عمل. أولاً، في تعهد بالعمل. ثانياً، العمل ده بيكون تحت إدارة وإشراف. وثالثاً، وده الأهم، كل ده مقابل أجر. لو فكرنا فيها هي معادلة واضحة: شغل زائد إشراف يساوي أجر. لو أي ركن من دول ناقص، يبقى إحنا قانونياً مش بنتكلم عن عقد عمل خالص. والخصائص دي بتوضح لنا أكتر طبيعة العقد. هو عقد ملزم للطرفين، يعني مش هزار، كل واحد عليه التزامات. وهو رضائي، يعني لازم الطرفين يكونوا موافقين عليه بكامل إرادتهم. والزمن فيه عنصر مهم جدا، سواء كان العقد محدد المدة أو مفتوح. والأهم بقى من كل ده إنه لازم يكون مكتوب، ومش أي كتابة، لازم يكون من 4 نسخ. طب ليه 4 نسخ؟ الموضوع مش عشوائي خالص. نسخة مع العامل، ونسخة مع صاحب العمل، ونسخة بتروح للتأمينات عشان تضمن الحقوق التأمينية، والرابعة بتروح لمكتب العمل للرقابة. وهنا ممكن كل واحد فينا يقف ويسأل نفسه: هل عقد الشغل الخاص بيا فيه الأركان الأساسية دي؟ وهل هو متوثق بالشكل اللي القانون بيقول عليه؟ النقطة اللي جاية دي ممكن تكون أهم نقطة في الجزء الأول من القانون كله، وهي اللي بتحدد إذا كان القانون ده بينطبق على وضع معين ولا لأ. إيه الفرق الحقيقي بين العامل والمستقل، أو اللي بنسميه الفريلانسر؟ النقطة الحاسمة هنا هي كلمة واحدة: السيطرة أو التبعية. هل الشخص اللي بيشتغل ده خاضع لسلطة وإشراف وتوجيه صاحب العمل؟ لو الإجابة يبقى ده عمل تابع، زي العامل في مصنع اللي بياخد تعليمات مباشرة. لو الإجابة لأ، يبقى ده عمل مستقل، زي الطبيب في عيادته الخاصة اللي بيقرر بنفسه طريقة العلاج من غير ما حد يوجهه. وهنا بقى في نقطة ذكية جدا في القانون: المقياس الأساسي هو التبعية القانونية. يعني هل في حد بيوجه وبيدي تعليمات، مش التبعية الاقتصادية. يعني مش مهم الشخص ده معتمد على الفلوس دي عشان يعيش ولا لأ. ممكن حد يكون عنده مصادر دخل تانية كتير، لكن طالما شغله خاضع لإشراف وتوجيه، القانون بيعتبره عامل وله كل الحقوق اللي القانون بيكفل. تمام. بعد ما فهمنا الفرق الجوهري ده، خلينا نعرف بالظبط مين هم اللاعبين الأساسيين في علاقة العمل دي حسب تعريف القانون. القانون بيعرف العامل بإنه لازم يكون شخص طبيعي، يعني بني آدم، مش شركة أو كيان. وبيرجع تاني يأكد على نفس العناصر الأساسية اللي قلناها: بيشتغل مقابل أجر وتحت إدارة أو إشراف. وعلى العكس بقى، صاحب العمل ممكن يكون شخص طبيعي، يعني فرد عادي، أو ممكن يكون شخص اعتباري زي شركة أو مؤسسة. الشرط الوحيد عشان القانون يعتبره صاحب عمل هو إنه بيستخدم عامل أو أكتر مقابل أجر. ونوصل لآخر ركن أساسي في عقد العمل، وهو المقابل اللي كل ده بيحصل علشانه: الأجر. المبدأ هنا بسيط ومنطقي جدا: مفيش شغل ببلاش. القانون بيشوف عقد العمل على إنه صفقة تبادلية، أو زي ما بيقولوا عقد معاوضة. يعني العامل بيقدم مجهوده ووقته، وصاحب العمل بيقدم الأجر في المقابل. علاقة واضحة ومباشرة. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا، وممكن تكون مفاجأة لناس كتير. تعريف الأجر في القانون
أوسع بكتير من مجرد المرتب الأساسي اللي بناخده كل شهر. الأجر بيشمل كل حاجة تقريبا بناخدها مقابل الشغل: العمولة، العلاوات، المكافآت، المنح، نصيبنا من الأرباح، وحتى المزايا العينية زي لو الشركة موفرة سكن أو عربية. طب ليه ده مهم؟ لأنه بيفرق جدا في حساب حقوق تانية زي مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات. بعد ما غطينا كل الأساسيات دي من أول 10 صفحات بس في القانون، السؤال اللي عايز أسيبه معاكم هو: هل النظرة لعقد الشغل وعلاقة العمل اتغيرت؟ هل في حاجة بقت أوضح دلوقتي؟ فهم الأساسيات دي مش مجرد معلومات بنعرفها، دي تعتبر قوة في إيد كل طرف في علاقة العمل.